الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام على القناتين السعودية والفضائية المصرية، حيث نأتيكم كما عودناكم من خلال برنامجكم الملتقى في 5 مساء من الحرم المكي. هنا ندعو لكم بالقبول والتيسير، وكذلك أن يتقبل الله من جميع المسلمين في أنحاء العالم الصيام والقيام وصالح الأعمال. كما عودناكم مشاهدينا الكرام، نكون وإياكم نحاول أن نستعرض الكثير من القضايا التي تهم المجتمعات الإسلامية على وجه الخصوص، نناقشها بشيء من التفصيل والتعمق، ونناقش كذلك الكثير من القضايا التي تجعلنا ننهض بأمتنا هذه بما نضمن حقيقة نجاحنا في دنيانا وآخرتنا. يشرفنا في هذه الحلقة أن نستضيف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير جامعة الإمام ووزير الشؤون الإسلامية سابقا، وكذلك رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والأستاذ في المعهد العالي للقضاء والمدرس في الحرم المكي. حياك الله دكتور في البداية. حياكم الله، وأيضا أنا أرحب بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام في المملكة العربية السعودية وفي مصر الشقيقة وفي العالم الإسلامي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء والملتقى، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. اللهم آمين. وأيضا أرحب بزميل أستاذ علاء. حياك الله علاء. حياك الله يا فهد، طابت الأوقات بكل الخير والبركة في 10 أواخر، لا نتمنى أن تكون من العمر هي الأواخر، بل نسأل المولى أن يبلغنا رمضانات عديدة أعواما مديدة ونحن في طاعة وخير وقبول ورحمة وعتق من النيران. الحقيقة ونحن نتحدث في الملتقى عن قضايا فكرية متعددة، يبرز فكرة الألفة والوحدة الإسلامية. السؤال المنطقي بعيدا عن أي فقه أو تشريع أو فلسفة إسلامية مستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المشرفة، منطقيا هل تتصورون ألفة دون وحدة مقاييس؟ هل أستطيع أن أعطي في سلة أنواعا مختلفة من الفواكه والخضروات على سبيل المثال، ثم أقول هذه بينها وحدة، أم أن هكذا تكون، آسف في اللفظ، سلطة؟ ما الفرق بين مجموعة مختلفة التنوع، الثراء الإلهي في التنوع، وبين مجموعة مختلفة متناحرة تتلاسن وتختلف بل وتتناحر وتتقاتل في خروج عن ألفة الإسلام وشريعته السمحة التي جاء بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث جمع الفرقاء والقبائل والأشقاء والأبيض والأحمر والإنس والجن على رسالة واحدة؟ فكيف يأتي البعض ويفرق من جمعه الله وألف بين القلوب؟ دكتورنا العزيز، كيف نبدأ تناول هذا الملف؟ هل ترى أن التنوع الذي أراده المولى سبحانه وتعالى، اختلاف الألوان والألسنة ما تصورنا للغاية الإلهية من هذا التنوع؟ لماذا لم يخلق الناس أمة واحدة؟ هو قال إن الناس كانوا أمة واحدة، فجعل الله النبيين والرسالات لماذا هذا الثراء والتنوع بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الإسلام دين رحمة وعدل وهداية وبر وإحسان واجتماع وألفة واتفاق وتعاون على البر والتقوى. تجد ذلك وتحسه وتلمسه مما تقرأه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء على حين فترة من الرسل، والناس شذر مذر، مختلفين متفرقين متناحرين متدابرين متباغضين. العصبية والقبلية بينهم لها صولة، والخلاف والنزاع والقتال والهرج والمرج له بينهم جولة. ولما أراد الله عز وجل هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم للقيام بهذه المهمة الشريفة والرسالة العظيمة.
يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة: إن المتأمل في حال العرب والمشركين وما كان فيها من جاهلية وعصبية بغيضة يرى أنها كانت لا تأنف لأحد ولا تدين لكائن من كان، قويا كان أو غنيا أو شريفا. ومن هنا كان الأمر في نظر الناس وآحادهم وجماعاتهم لا يمكن لمه أو جمعه. فلما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة التوحيد لا إله إلا الله هبوا وانتموا تحت لوائه تحقيقا لما أراده الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال العلماء من المفسرين وغيرهم إن قول الله عز وجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي أقيموا التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل على ما أراد الله ورسوله، فإن ذلك هو المانع من الوقوع في إرهاب الفتن والضلال والزيغ والفجور والخلاف والاختلاف من أي جهة ورد ومن أي شخص صدر. هل نفهم من سياق الآية الكريمة اللي حضرتك ذكرتها وتلوتها أن سبيل المولى سبحانه وتعالى هو سبيل واحد لا تتفرق بعده السبل ولا الطرق ولا الدروب، حينما قال شرع لكم من الدين، فترى أن من هنا للتبعيد، وكأن الدين هو شيء كبير جدا ضخم جدا، ولكنه واحد موحد عند الله يكون فيه إبراهيم ويكون فيه عيسى ويكون فيه موسى ويكون فيه محمد صلى الله عليه وسلم. الدين المقصود به عندما يطلق ويراد به الوحدة هو ما يتعلق بالعقيدة، أي شهادة أن لا إله إلا الله. فالأنبياء والمرسلون كلهم جاءوا في كل وقت وحين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ختمت الرسالات به يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله ثم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من إله غيره. هذا الأمر اتفقت عليه الرسل، واختلفت الشرائع والأحكام الفردية التي تنظم حياة الناس ولذلك هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الدين الذي جاء به الرسل واحد لا يتجزأ ولا يتغير في مسألة العقيدة. ومن هنا لو تأملنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته لرأينا ذلك واقعا عيانا حيا ملموسا على أرض الواقع. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما ينادي ويدعو ويقرر هذه العقيدة، ولم يأمر أحدا لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بصيام ولا بواجب، لأن هذا الطريق وهذا الأساس والأصل والمبدأ هو الذي إذا استقر في سويداء القلوب وحكم النفوس رأينا ما نسعى إليه من خلال ما ذكرت في سؤالك الأول، وهو الأخوة الإيمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أنزل عليه أو قاله مما هو وحي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى أبدل الناس بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالجهل علما، وبالظلام نورا، وبالخوف أمنا، وبالجوع شبعا، وبالعطش ريا، وبالخلاف والاختلاف
اجتماعا والفوا بالعصبية والقبلية البغيضة لحمة ووحدة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا مؤكدا ومؤطرا ومرسيا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه جزء تداعى له، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار بهذه الدعوة وبهذا المنهج السليم والصراط المستقيم المعتدل المتوسط، رأيت أن بعض الأنصار يترك زوجته ليتزوج الآخر بعد أن تقضي عدتها وما يتعلق بذلك. وجاء القرآن مؤكدا لهذا المعنى بقوله سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون. انظر ماذا يأتي بعد هذه الآية لترى العجب العجاب الذي لو طبق وأخذ به كما أراد الله ورسوله لزالت عنا كثير من الشرور والمخاطر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن هذا الغل والحقد والكره الذي يوجد في صدور ونفوس بعض الناس ممن انتسبوا إلى جماعات وأحزاب وتنظيمات ما أنزل الله بها من سلطان لأنهم شذوا وندوا عما أراد الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن بأن يكون خيرا وفضلا ورحمة وينظر ماذا قال الله وقال رسوله ليحكم نفسه تحت هذه المظلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان. ولذلك وجدت أمة عزيزة قوية منتصرة مهابة الجانب مرفوعة الرأس بلغت عنان السماء ولم يكن لأحد أن يؤثر عليها لا من قريب ولا من بعيد. جميل. معلش طبعا حديثك الرجول وحديثك حقيقة يكون مرتبط للتنوع الثقافي والاجتماعي الذي حدث الآن في الدول المختلفة لدينا الذين فعلا يتكاتفون لنصرة الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لدينا تقرير حول الوحدة الإسلامية ودور الكثير من الدول الإسلامية في دعم هذا التوجه الجميل والسلام على مستوى العالم. نشاهد التقرير ثم نعود إليك مع الشيخ. تقرير أعددناه لكم مشاهدينا الكرام على القناتين الفضائية المصرية والقناة السعودية. نشاهد التقرير ونعود وإياكم ونتحدث بشكل بإسهاب عن وحدة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء العالم. تابعونا مرة أخرى. المملكة العربية السعودية بما حباها الله من شرف رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن كان سببا رئيسيا في توحيد المسلمين في ربوع العالم كافة، فإليها يتوجه المسلمون في صلواتهم وإليها تهفو قلوبهم وهم عنها فداء حبا لله ورسوله. من هذه المكانة وما هيأه تاريخها من تحمل عبء الدفاع عن قضايا العرب والمسلمين، كانت المملكة سباقة في نصرة أشقائها ودعم إخوانها وخدمة قضاياهم في كل مكان. ولتعزيز دورها في توحيد المسلمين كان دعمها الملموس والسخي للمنظمات والجمعيات الخيرية والإسلامية كإنشاء رابطة العالم الإسلامي وتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي. هذا إلى جانب المساعدات والحملات الإغاثية المقدمة للكثير من الشعوب الإسلامية الأخرى من أجل تخفيف الآلام عنها والإصلاح بين الفرقاء العرب وتعزيز الوحدة بينهم.
ولأهمية الخدمات التي تقدمها للمجتمعات المسلمة في الخارج، تتوسع المملكة في دعم المدارس والمراكز الثقافية والإسلامية، حيث تعمل على نشر الثقافة الإسلامية وتدريس اللغة العربية، إضافة إلى تأسيس عشرات المساجد التي تمثل جانبا مهما في توحيد المسلمين في الخارج. وكان لمثل هذه الكيانات الإسلامية تأثير كبير على واقع المسلمين، وساهمت في دعمهم وإعلاء شأنهم، وفتحت لهم آفاقا وحضورا مميزا على الساحة العالمية. واليوم لا يوجد بلد فيه مسلمون إلا وفيه أثر للجهد السعودي الذي يسعى لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى أنحاء المعمورة. وتتكامل جهود مصر مع الدور السعودي في دعم الإسلام والمسلمين عبر مؤسسة الأزهر الشريف، فمصر تقدم ولا تزال آلاف المبعوثين في العالم لنشر قيم الدين الإسلامي السمحاء ونشر قيم الاعتدال والوسطية والتعايش. والتعاون بين مصر والسعودية يبعث بالطمأنينة للأمتين العربية والإسلامية، ويكتسب تكامل الدورين المصري والسعودي في الدفاع عن الإسلام أهمية كبيرة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإسلام في الغرب وإلصاق الإرهاب بالإسلام والمسلمين. وهنا تنعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين على نصرة الإسلام والمسلمين، فالبلدان هما جناح الأمن القومي العربي وقطب العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، ولكل منهما أدوار محورية في تاريخ المنطقة وتشكيل توازناتها، باعتبارهما مراكز قوة أساسية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهما العمود الفقري لأي عمل عربي مشترك. وعليه فلا بديل عن التلاحم بين البلدين على المستويات كافة، فلا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر. مرحبا بكم مرة أخرى في الملتقى. الحديث ما زال متواصلا عن فكرة الأخوة في الإسلام، عن فكرة كيف نستطيع أن نجمع الفرقاء الآن، كيف يمكن أن نخرج من عباءات القبلية والإثنية والمذهبية والطائفية التي تعتبر أداة شر ومخلب قط يستخدمه أعداؤنا لهدم مجتمعاتنا تحت عباءات مزيفة وشعارات كاذبة خداعة عن ثورات الربيع العربي والإصلاح والديمقراطية، وهي شيء محمود، ولكن النتيجة دائما كانت الهدم والتدمير وليست البناء والتعمير. دكتورنا الفاضل، هناك ملحوظة عندما تحدثت عن قبل هذا التقرير عن فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة المكرمة 13 عاما لا يلزم بشريعة الله التي لم تأذن بعد لا بصيام ولا بصلاة ولا بتكليفات، ولكن حتى الخطاب الآيات كلها يا أيها الناس، لأنها الدعوة للكافة. وعندما أصبح هناك مجتمع مسلم في المدينة المنورة أصبح الخطاب في الآيات يا أيها الذين آمنوا، لأن التكليف بدأ. هذه تعطينا لفتة أن فكرة الإيمان لا تكون بالكلام وباللسان، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ماذا تقول لمن ترى مسلكه الآن يختلف تماما عن مسلك الإيمان والوحدة، يأخذ من القرآن الكريم ومن الشريعة أجزاء خارج السياق ويعتبرها هي ديدنه في الفقه وفي الشريعة، يقول نحن جماعة الولاء والبراء جبنا بها من القرآن الكريم الذين تبرأوا من الكفار، إبراهيم الذي تبرأ من الكفار فنحن أيضا نتبرأ وأصبحوا جماعة. يقول نحن سوف نكون من المجاهدين ومن السلف الصالح، والسلف الصالح شيء محمود، فينشأ شيء اسمه السلفية الجهادية، ثم ينقلبون على المجتمعات الإسلامية يكفرونها ويحلون دماءها. كيف ترى العيب وكيف ترى الإصلاح؟ سأنطلق في الإجابة على هذا السؤال من دليل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهوان. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان معنى هذه الآية إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ما يسبب الخلاف والشقاق والنزاع، وهو واقع في الأمة وإن كانوا فيه في جاهلية، أي أنهم يعملون عمل الجاهلية. وإنك عندما تتأمل في من ذكرتهم في سؤالك من هؤلاء الذين يشرقون ويغربون ويؤولون ويشبهون ويلبسون ويعطلون ويحرفون ويزايدون، ترى أن أصل فكرهم ومعتقدهم وما بنوا عليه هذه التأويلات الضالة التي أفسدت بين أبناء الأمة الإسلامية هو ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد قافلا من غزوة حنين وجعل يقسم الغنائم قام رجل شقي يقال له عبد الله ابن أبي ذي الخويصرة التميمي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطى سناديد نجد أكثر من غيرهم تأليفا لقلوبهم اعدل يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال إذا لم أعدل من يعدل أؤمن على وحي الله ولا تأمنونني على مثل هذه الأمور الدنيوية. فقام رجل يذكر أنه عمر بن الخطاب وقيل إنه خالد بن الوليد، فقال دعني أضرب عنق هذا الرجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الفائدة تأتي الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض أي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وفي رواية أخرى لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة والهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي العالية عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه أن هؤلاء هم كلاب النار الذين هم الخوارج والذين هم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى تحت أديم السماء من قتلوه. وأطلق عليهم ما وصف الله به ما قاله الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال أيضا فيما يتعلق بذلك ما جاء في القرآن الكريم من قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن انظر قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض أي هذا. قال ابن كثير رحمه الله ليس المقصود من ضئض أي من نسله ومن أبنائه ومن يأتي بعدهم على هذا الأمر، لكن المقصود ممن شاكله في فكره وتوجهه يعني ومنهجه. ولذلك فإنك إذا رأيت من يدخل هذه المداخلات ويتعمق في هذه المسائل بعيدا عن النصوص الشرعية القواطع والأدلة والبراهين السواطع التي هي كالجبال ترسي المؤمن وتعمل على أن تجعله دائما وأبدا ينظر ويرقب ما يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، فإنهم وقعوا لأنهم ابتعدوا عن هذا المنهج العذب والمورد الزلال. ولا يمكن أن يصفي هذه الاتجاهات وهذه الأفكار إلا إذا عرفنا وأدركنا أنها أدخلت علينا وجاءتنا من الشرق والغرب واستغل فيها
بعض أبناء الأمة الإسلامية ممن له هوى أو تلبس بشبهة أو تأويل أو لأي أمر من الأمور الأخرى. ثم يأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نطرحه ونثريه في كل مجال ومكان عبر هذه البرامج وفي وسائل الإعلام المختلفة التقليدية أو الإعلام الجديد أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها مما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو حديث طويل لكن أذكر منه ما يخص هذا المقام. قال: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. انظروا أيها الإخوة والأخوات المشاهدين ومشاهدة الكرام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قولا يعتبره بعض العلماء آية من الآيات ومعجزة من معجزات النبوة ودليل من دلائلها: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. حذيفة رضي الله عنه سمع هذا الكلام ولكنه حصيف وفطن وذكي، يريد أن يعرف من هم هؤلاء الدعاة، هل هم يأتوننا من الاتجاه الفلاني أو من الديانة الفلانية أو من أي جهة؟ قال: يا رسول الله صفهم لنا، من هم هؤلاء الدعاة الذين حذرتنا منهم وهم يقفون على أبواب جهنم يقذفون كل من أجابهم إليها فيها؟ قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هنا خطيرة. يكون الشر أعظم والفتنة أطم، بل تكون الفتنة بلية والبلية رزية، لأن هؤلاء الذين من أبناء جلدتنا ويتكلمون ألسنتنا يأكلون معنا ويشربون مما نشرب ويجلسون في مجالسنا ويذهبون ويجيئون في أسواقنا وفي محافلنا وفي كل أماكننا، وبالتالي يدس السم في العسل وتنقلب الحقائق والموازين ويكون هناك مزالق خطيرة ويقبح الحسن ويحسن القبيح كما نرى الآن عبر وسائل متعددة، كما نرى الآن عبر وسائل متعددة ومتنوعة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك انظر إلى العلاج النبوي الشافي الكافي الذي والله لو أخذنا به وربينا أبناءنا منذ نعومة أظفارهم عليه وأدركنا حقيقته وعملنا على تأطيره وتأصيله كما كان السلف الصالح يعملون ومن كانوا قبلنا ممن عرفوا حقيقة الأمر وأدركوا الخطورة الكامنة من الخلاف والشقاق والنزاع. قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله إذا كان الأمر كذلك فبماذا تأمرني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه 4 كلمات ذهبيات قويات هي السبيل الوحيد للنجاة من كل الشرور والمخاطر والمهالك مهما كانت قوتها أو دوافعها ولو جاءت مثل السيل الجارف. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الحزب الفلاني ولا الجماعة الفلانية ولا التنظيم الفلاني ولا الشخص العلاني، إنما قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. والعاصم بعد الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واللذين يأمران بلزوم الجماعة والإمام ولي الأمر والحاكم مهما كانت الظروف والأحوال هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن بين مكانة ومنزلة ولي الأمر والحاكم وأن له حقوقا وواجبات وأن الخطر كل الخطر في مفارقته والخروج عنه، وروي أن 60 عاما من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، ثم يقول رحمه الله والتجربة تبين ذلك. ونحن في واقعنا المسلم والعربي خصوصا نرى هذا الآن وتأثر به أبناؤنا ومجتمعاتنا أوطاننا بمسميات لا حقيقة لها وهي كالسراب يركض خلفها الناس، وثم إذا أتوها لم يجدوها شيئا مما يسمى بالربيع العربي، بل إنه صيف وشر عربي جعل
الأمة الإسلامية متفرقة، بل أهل البلد الواحد يتنازعون ويتقاتلون، والدماء بينهم نراها تقع بصورة لم يعد لها التاريخ مثيلا. بسبب من هذا؟ ولماذا يقع هذا؟ إنهم الأعداء الذين استغلوا بعض ضعاف النفوس ومن لهم أهواء واتجاهات، أو أن عقيدة التوحيد ومبادئ الشريعة لم تكن في قلوبهم كما يجب، واستثمروهم فصاروا أدوات تستغل وتستثمر لتحقيق ما يصبو إليه العدو الخارجي. قبل أن نغادر هذه النقطة ونخرج بكاميراتنا إلى ساحة الحرم، استوضاح يعني صغير فضيلة الدكتور. حضرتك ذكرت أنه هذه الأخلاقيات من القابلية والتحزب والصراع والمشاحنة إنما كانت تمثل حالة جاهلية قبل نور الإسلام. الآن وكأننا نرى جاهلية القرن 21 تمثلت في بعض هؤلاء الخوارج بفكرهم الشاذ والمنحل عن صحيح الدين. طيب، في الماضي كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا وتدخل أيام الجاهلية. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيننا ولكن تعاليمه موجودة. كيف يمكن أن نعطي نبذة من هذه التعاليم لكي نوضح الحقيقة للناس؟ أذكر لحضرتك وللسادة المشاهدين في المدينة المنورة عندما لجأ بعض المنافقين إلى الوقيعة بين الأوس والخزرج وذكروهم بيوم بعاث، وهذا كان يوم معركة كان فيها قتلى من هؤلاء وهؤلاء، فاحتدت الأمور واحتدمت، واستل كل منهم سيفه وأراد أن يعود إلى الاقتتال مرة أخرى. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقال: أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. توقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأوقف الفتنة بهذا الحسم. الآن كيف يمكن أن نوقف هذه الفتنة؟ أنت ذكرت أخي العزيز وأستاذي الكريم أن هناك مقولة تقول جاهلية القرن 20. هذه الذي أطلقها هم ليسوا أصحاب المنهج السليم والذين يستنيرون بنور الشريعة الصحيحة، بل هم الذين تولوا كبر هذا الأمر وجمعوا جموعهم وألفوا كتبهم وأطلقوا على العالم الإسلامي أنه في جاهلية القرن 20، سواء حكاما أو محكومين أفرادا أو جماعات. ولا شك أن المرجع الذي يجب أن يكون ضابطا ومحددا لكل الاتجاهات والأقوال والأفعال هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فالذي لا بد أن يكون حاضرا دائما وأبدا هم العلماء المحققون الموثوقون الموقعون عن رب العالمين، الذين عرفوا ما عرفوا وعلموا ما علموا على عقيدة صحيحة ومنهج سليم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولو أننا أردنا أن ندخل معكم في هذا الموضوع وكيف شوهوا صورة العلماء وأبعدوهم عن الساحة ووصفوهم بأوصاف تجعل الشباب والشابات يبتعدون عنهم، لا احتجنا إلى ساعات طوال، ولكن لعلكم تستعرضون هذا الأمر في حلقة قادمة إذا يسر أن نكون معكم أو غيرنا ليجلي لكم حقيقة ما يسمى بفقه الواقع. جميل. طيب معنا الشيخ، طبعا حديث ذو شجون سنكون بعد قليل في ساحة الحرم، سترى هذا التآلف والتآخي بين ضيوف الرحمن حقيقة الذين أتوا من شتى بقاع الأرض ومختلف جنسياتهم وألوانهم وثقافاتهم، سنراهم بعد قليل مع زميلنا عبد العزيز الزهراني. عبد العزيز، لك المايك الآن، ونتمنى حقيقة أن نرى تلك الابتسامات الجميلة من ضيوف الرحمن في هذه الأيام المباركة والعشر المباركة من شهر رمضان المبارك. عبد العزيز تفضل. تسمعي؟
السلام عليكم. أستاذ عبد الله. شكرا للزميل الأستاذ فهد الفهيد، شكرا للزميل الأستاذ علاء بسيوني. نحن نحدثكم كالعادة من ساحات المسجد الحرام بجوار الكعبة المشرفة. ما زال زوار بيت الله يتوافدون بشكل مستمر وكثيف في هذه العشر الأواخر، ونحن اليوم في 24 من شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يبارك لنا فيما تبقى من شهرنا الكريم. اليوم يسرني أن أستضيف المهندس حمود العيادة، مدير إدارة السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا مهندس حمود عن الاستعدادات التي تقدمونها في المسجد الحرام. الله يعطيك العافية يا أستاذ عبد الله. الحقيقة الرئاسة من وقت مبكر تقوم بإعداد الخطط التشغيلية لموسم رمضان، وبتوجيهات معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ومعالي نائبه الدكتور محمد بن ناصر الخزيم. تم اعتماد الخطة التشغيلية لإدارة السلامة، وإدارة السلامة هي أحد الإدارات المسجد الحرام التي تحت منظومة الإدارات الخدمية التي تعمل لخدمة زوار المسجد الحرام والمعتمرين في المسجد الحرام. حدثنا مهندس حمود عن حصر المعدات والآليات. لا شك من ضمن الخطة التشغيلية لدى إدارة السلامة نقوم في وقت مبكر في حصر جميع المعدات والآليات ذات العلاقة في السلامة، وهي مثلا حصر المصاعد الكهربائية والسلالم الكهربائية ومخارج الطوارئ، ومن ذلك دورات المياه وجميع ما يستلزم من سلامة المعتمر والحاج. أيضا حدثنا عن مهام إدارة السلامة. لا شك أن إدارة السلامة هي تقوم باشتراك أو مشاركة مع جهات ذات العلاقة، فنحن نشارك ومعنا الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، وكذلك معنا الجهات الأمنية ذات العلاقة، معنا قوة المسجد الحرام، وكذلك معنا الحج والعمرة بقيادة العميد الدكتور عبد الله الغفيص، وكذلك قوة الطوارئ بقيادة اللواء خالد القرار، وكذلك معنا في التدريب سعادة اللواء علي الغامدي. وكل هذه الجهات تشارك معنا لتنظيم مسار ومداخل المسجد الحرام لضمن اللي هي الحشود التي قادمة للمسجد الحرام. شكرا لك مهندس حمود، حقيقة ما تبذلونه من مجهودات تشكرون عليها. الآن في الختام أتمنى منك كلمة للمتابعين خلف الشاشات. لا شك أولا نشكر أستاذ عبد الله الذي معنا الآن ودائما في هذا التغطية الجميلة، ولا ننسى من خلف الكواليس الزملاء، وكذلك لا ننسى أن نشكر قناة السعودية الأولى التي غطت هذا الموسم من بداية الشهر، ولهم الشكر والدعاء من الله عز وجل. شكرا لك مهندس حمود، شاكر يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. نعم أعزائي المشاهدين، كما سمعتم ما حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل كافة الجهود لخدمة زوار بيت الله الحرام. نسأل الله أن يعينهم وأن يكتب لهم الأجر. الآن نعود لزميل في الاستديو الأستاذ علاء بسيوني والأستاذ فهد الفهيد ولزميلكم لضيفكم الكريم. إليكم الكلمة. يلا حياكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى على الفضائية المصرية والقناة السعودية، وضيفنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن خيل، مدير جامعة الإمام وزير الشؤون الإسلامية سابقا ورئيس المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والأستاذ في المعهد العالي للقضاء والمدرس في الحرم المكي. حياك الله دكتور مرة أخرى. حياكم الله. لم يبقى أمامنا وقت طويل حقيقة دكتورة، فعلا وحديث شجون حول هذا الموضوع الضخم والمهم حقيقة في حياتنا. كيف ترى حقيقة دور المملكة العربية السعودية في دعم النصرة ووحدة الإسلام والمسلمين في كافة أنحاء العالم، وكيف ترى علاقتها مع مصر وتعتبر يعني من أهم الدولتين في مجال الإسلامي؟ الجواب على هذا السؤال نربط فيه بداية حديثنا بما سنتحدث عنه. نعم. لما تحدثنا عن وضع مكة
العرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبينا ما كان عليه، كان الحال في الجزيرة العربية لا يبعد عن ذلك مما فيها من التنافس والتنابز والعصبية القبلية والجهل والجوع والخوف. فهيأ الله سبحانه وتعالى رجلا صالحا وملكا عادلا هو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، فوحد هذه البلاد على التوحيد وإخلاص العباد لله عز وجل. ولذلك لما دخل الرياض نادى المنادي: الملك لله ثم للملك عبد العزيز. فأبدل الله عز وجل هذه البلاد بما كانت عليه من الشقاء ومن الخلاف والاختلاف بما نراه من الخيرات والفضائل والنعم والآلاء والاستقرار والأمن والأمان والإيمان الذي يتمنى كل مسلم أن يعايشه وأن يشارك فيه. أبناؤه البررة الميامين ساروا على طريقه ونهجه وغذوا ذلك ونموه وأطروه وتابعوه وبذلوا كل ما يستطيعون من أجل بقائه عزيزا شامخا والاستفادة أيضا مما يجد ويحدث مما يخدم ديننا ووطننا وعقيدتنا وأمتنا. وها نحن اليوم نرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله يسانده ويعاضده سمو ولي عهده وسمو ولي العهد حفظهم الله جميعا، يرفعون من شأن هذه البلاد ويجعلونها كما أراد المؤسس الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن حامية بعد الله للدين وحافظة لحقوق الله عز وجل وقائمة على عمل شريف كريم هو بعد الله عز وجل سبب للعز والنصر والتمكين وكل ما نراه، وهو خدمة الحرمين الشريفين. ويكفينا فخرا أن لقب قائدنا وولي أمرنا هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ثم تأتي تلك الخطوات الجبارة التي سارت بكل قوة واقتدار وكفاءة لتبين العلاقة الحميمية والعمق الاستراتيجي الذي لا يوجد له نظير في العالم بالعلاقة مع مصر الشقيقة، أرض الكنانة، بلاد العروبة، والتي لها فضائل ومزايا منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أطرى وذكر أهلها وأثنى عليهم إلى يومنا هذا. ولذلك نعتبر أن هذه الخطوات الرائعة البديعة التي بذل من خلالها خادم الحرمين الشريفين جهودا لا يمكن أن يحاط بها هي قمة فيما يجب أن يكون عليه العالم الإسلامي من الاتفاق والائتلاف والتعاون، الأمر الذي معه يعرف الأعداء أيا كان نوعهم سواء في الداخل أو في الخارج أن هذه المبادئ وهذه الثوابت وهذه الرسالة والمنهج لا يمكن أن تؤتى أو يؤثر عليها من أي شخص أو من أي جهة كانت كائنة من كانت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد البلدين علاقة وقوة ونصرة وعزة وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، فإن هذا هو الركن الركين والمحضن الأساسي والمنطلق القوي إذا أردنا أن نكون أمة كما أرادها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وشكرا لك معالي الشيخ. كان معنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخير مدير جامعة الإمام ورئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العالم الإسلامي والأستاذ في المعهد العالي للقضاء وكذلك المدرس في الحرم المكي، كان ضيفا عزيزا علينا في حلقة المنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور. دعاء دقيقة. يا ريت تفضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن المشاهدين والمشاهدات الكرام الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بإيمان وأمن وأمان وسلام وسعة رزق وسعادة وسرور وطمأنينة. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامة الرئيس المصري
الفتاح السيسي السيد عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد وسمو ولي العهد بتوفيقه، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته ويديم علينا وعليهم توفيقه، وأن يلبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية ويطيل أعمارنا أعمارهم على الطاعة والإيمان، وأن يزيدهم عزا ونصرا وتمكينا وقوة في هذا العالم المتغير الذي يحتاج إلى أمثال هؤلاء الرجال الأفذاذ المجاهدين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور في الوسط وفي وسط البلاد على عدوه وعدونا وعدوهم، وأن يثبت قلوبهم ويقوي عزائمهم ويربط على جاشهم ويرفع من معنوياتهم ويسدد سهامهم ورميهم، وأن يحفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقدمونه من جهاد وأعمال جليل في موازين حسناتهم، وأن يعيدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين، وأن يجعل عيدنا القادم أو الذي هو عيد الفطر المبارك 1437 عيدا سعيدا جامعا لكلمة الأمة ومحققا لها النصر والعزة. شكرا جزيلا، شكرا لك معالي الشيخ على هذه الدعوات الكريمة ودعوات بإذن الله مستجابة في هذا المكان الفضيل. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في القناتين السعودية والفضائية المصرية، وشكرا أيضا لفندق أنجم على استضافته لنا في هذه الحلقة وحلقاتنا الماضية. شكرا على كذلك. شكرا فهد، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. طابت الأوقات بكل الخير واليمن والبركات. الملتقى في مكة المكرمة على الهواء يومين إن شاء الله إلى نهاية الشهر الفضيل، نخرج بالعلم والنور والدعوات الصالحات لا تنسونا منها وأنتم على مائدة الإفطار. نلقاكم في الغد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.